السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان ونحن وإياكم في أحسن حال بإذن الله. أمر الدين كلنا بنحب أمر الدين طبعا، نظرا لارتفاع الأسعار. طبعا أمر الدين غالي، في أسعار متفاوتة، في الغالي وفي النص نص، طبعا على حسب الجودة. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله أمر الدين البيت الاقتصادي ترند اليوتيوب. هنعمل أمر الدين بالمكونات شفناه مع أكتر من حد عامله، فالنهاردة أنا هعمله معاكم إن شاء الله، وأقول لكم كل أسراره ورأيي فيه بصراحة من غير أي كذب. زي ما احنا شايفين كده، معايا حوالي من كيلو ونص ل2 كيلو جزر. انا بصراحه ما وزنتهمش بالتقريب كده. خدت معاهم 3 حبات من البطاطا، يفضل لو بطاطا تكون حمرا، دي طبعا طلعت بيضه فعملتها. طبعا بنقشر الجزر كويس جدا ونبدا نقطعه. ممكن تبشريه لو عايزه، او ممكن تقطعيه، لان كده كده هو هيتسلق، فالاسهل لينا ان احنا نقطعه. وزي ما قلت لك انا هقول لك كل اسرارها وكل حاجه حصلت فيها بالظبط هقول لك عليها ان شاء الله، ورايي فيه بصراحه هل هو فعلا زي امر الدين اللي احنا بنشتريه ولا لا. قطعنا الجزر والبطاطا، ممكن تستغنى عن البطاطا لو مش عايزه. بنملاها ميه كده ونحطها على النار عشان نسلق الجزر والبطاطا. طبعا لو في اي ريم بيطلع كده بنشيله. والبطاطا عندي طبعا بتاخدش سوا، فلقيتها ان هي اتهرت عن الجزر، يعني الجزر خد سوا شويه، البطاطا اتهرت عنه واستوت قبل منه. سواء دي او دي، هو كده كده احنا هنضربهم وهيتهرسوا كلهم مع بعض. خلاص كده استووا، بطفي عليهم النار وبسيبهم يهدوا شويه. لو وصلتي معايا المقطع ده من الفيديو، اتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه وفعل الجرس الكل يوصلك كل جديد من سفرة هويدا. وكل سنه وانت طيبه. بنعمل النهارده امر دين البيت الاقتصادي. انا صفيت، لقيت الميه كتير جدا فصفيتها من الجزر والبطاطا وما رميتهاش لان احتاجها الميه دي، فضربته بالهاند بلندر. ممكن تضربيه في الخلاط، المهم تهرسيه كويس جدا يبقى ناعم قوي. زي ما قلت لك صفينا الميه منه ومش هنرميها. ادي كده ضربناه كويس قوي. تتاكدي ان يكون ناعم، مفيش اي كتره ولا اي حاجه فيه. عندي هنا 4 حبات من البرتقال، يعني اقل كمان من الكيلو. قشرناهم وحطيت لهم شويه ميه صغيرين من ميه سلق البرتقال، يعني ادي ميه سلق الجزر، ميه سلق الجزر والبطاطا. حطيت شويه صغيرين من الميه دي للبرتقال، وضربته في شفشق الخلاط وبعدين ابدا اصفيه. ادي عندي عصير البرتقال اللي فيه شويه ميه صغيرين جدا من ميه سلق الجزر، ونضيفه بقى على الجزر والبطاطا ونقلب كويس. طبعا انا شايلانه على النار دلوقتي. انا هنا حطيت 2 كوباية من السكر. طبعا السكر حسب رغبتك، انا وهقول لك السكر ده طلع مظبوط ولا لا. انا عن نفسي بحب السكر قليل في معظم الحلويات ومعظم المشروبات، وكمان مصلحة لان احنا طبعا الحمد لله مفيش سكر الايام دي. انا رفعته بقى على النار بالسكر بالحاجات دي كلها، وبعدين جبت ليمونة حلوة كده وعصرتها عليه. ونبدأ بقى نوطي عليه النار خالص، وطي عليه النار خالص وقلبي كويس. هنا عندي نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، دي فايدتها هتديكي مزازة كده، هتقرب لك الطعم، وكمان مادة حافظة لو انت كنت عاملة كمية كبيرة. عندي هنا باقي مية السلق الجزر، هحط فيها 2 معلقة من النشا. زي ما قلت لك انا ما رميتش مية الجزر السلق عشان هستخدمها فيه برضو. حطيت النشا زي ما انت شايفة، هقلب كويس قوي. طبعا المية دي باردة مش سخنة. اتاكد ان كل النشا داب، ابدا اضيفه على الجزر. بس اللقطه دي ما جاتش، الكاميرا كانت مقفوله وانا فاكراها ان هي مفتوحه، فحطيت شويه ميه كده تانيين صغيرين في باقي الكوبايه علشان لو في اي شويه نشا تانيين احطهم، بس هي اللقطه ما جاتش. يبقى كده ضفنا النشا، وبنبدا بقى نقلب وعلى نار هاديه، تفضلي رايحه جايه تقلبي فيه. اللي هديكي بقى السر الطعم والمزازه بتاعه امر الدين اللي هو بتاع المصانع الجاهز، هو باكو جيلي مشمش. هاتي باكو جيلي مشمش كده، وحطيت له انا بقى ميه عاديه، 2 معلقة ميه، وبدات اقلب فيه. حطيت ميه سخنه عشان يدوب المشمش كويس. هنا المشمش او جيلي المشمش عايز ميه سخنه. قلبت كويس الجيلي وبعدين ضفت بقى الجيلي على الخليط اللي عندي كله، وزي ما انت شايفه كده انا موطيه النار خالص، ويبدا يبدا يغلي ويبدا ينقص. انا حطيت كمان شويه ميه صغيرين عشان اخد كل الجيلي المشمش اللي هو ما دابش في الكوبايه.
ورايحه جايه بقى هنقلب. انا مش عايزاه يشيط مني ولا حاجه، النار هاديه خالص ولحد ما يتقل جدا، ونشوف درجه السوا بتاعته ايه. يبدأ يبقبق بقى كده، خلي بالك عشان ممكن تتلسعي منه. وتتأكدي ان القوام كده حلو، وعايزين يتقل كمان عشان ميبقاش فيه نسبة مية كتير. لو فيه نسبة مية كتير هياخد وقت معاكي كتير جدا عقبال ما ينشف. لو لقيتي بقى حتة جزرة كده ولا كده زي ما أنا لقيتها طلعتها، كان في حتة جزرة كده محتارة في الحلة وما اتهرستش فطلعتها. وخلي بالك من البقبقة دي عشان ما يحرقش ايدك او ما يلسعش ايديك. بيفضل كده على النار، بيفضل مدة يعني اكتر نص ساعة وشوية، ساعة الا ربع حسب بقى. انا هنا عندي السجان اللي احط فيها، جبت ورق، جبت اكياس سندوتشات وفتحتها وحطيتها. لو عندك ستريتش ممكن تحطيه يكون احسن من اكياس السندوتشات كمان. بس اهم حاجة ان انت تدهنيها زيت، ودي خطوة مهمة جدا عشان ما دهنهاش زيت كويس طبعا القمر الدين هيلزق فيها ومش هنعرف نطلعه. فأهم خطوة ان احنا ندهنها زيت بفرشة كده وندهنها كويس. وزي ما قلت لك لو عندك ورق استرتش كده يكون كبير يكون افضل من كيس سندوتشات، لان كيس سندوتشات كانت بتتحرك معايا كده. خلاص كده هو ده القوام المظبوط، قل زي ما انت شايفه خالص. ونعرف ازاي ان هو استوى بظهر المعلقه كده زي ما هنشوف، كأنك بتسوي مربى. يعني شوفي درجة السوا المربى ازاي، بنحط حتة على طبق. اللي هنا عملناه ايه بالمعلقة بظهر المعلقة. لما عملت كده بصابعك لو ما رجعتش تبقى استوى. هنبدأ بقى نحط اول ما حطيت زي ما قلت لك الاكياس كده عشان الكيسين مفتوحين فعكسوني شوية. انت لو عندك السيرش يكون افضل. بس طبعا عملت بقى بالراحة كده وحبة حبة، ودهنت ظهر السباتيول او السباتولا زيت علشان ما تلزقش. ويفضل تعمليه طبقة خفيفة، وطبعا لازم نحطه قبل ما وهو سخن كده عشان يتفرد معانا. وحطي في ظهر المعلقه اللي هتفردي بيها زيت. ده تاني صاج، وعمل لي صاجين كبار وحته صغيره حطيتها في طبق زي ما تشوفي معايا. بتسوي بقى على قد ما تقدري، والسمك بيكون خفيف. انا هنا السمك لا كان خفيف ولا كان تقيل، يعني كان وسط. وتبقى حبه حطيتهم في طبق صغير زي ما هتشوفي. وبنهزها كده او نحركها علشان لو فيها فقاعات هوا ولا حاجه تطلع. ونشوف الترند الجديد معانا النهارده اللي هو قمر الدين الاقتصادي. نشوفه بقى زي بتاع المصانع وايه نظامه وحلو ولا لا. كل ده هنشوفه ان شاء الله، واقول لك رايي في اخر الفيديو باذن الله. فلسه معايا الفيديو، يا ريت اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه وفعل جرس الكل يوصلك كل جديد من سفرة هويدا. وكل سنه وانتم طيبه، رمضان على الابواب، فاضل له يوم ولا يومين يعود علينا وعليك الايام بخير يا رب، ونحن جميعا في احسن حال. وما ننساش ندعي لاخواننا ربنا يفك كربهم ويسامحنا على تأثيرنا معاهم. ادي الحبة الصغيرين اللي هم فاضوا حطيتهم في طبق. بقية الحلة طبعا انتوا عارفين بيحصل فيها ايه، الولاد كلوه كده كأنه مهلبية او حاجة، قالوا طعمه حلو. ده بالنسبة كأنه مهلبية. سبتهم بقى على الترابيزة كده، المفروض يقعدوا بقى 3 ايام 4 ايام 5 ايام حسب الجو اللي عندك. هو يفضل لو تحطيه في بلكونة، بس طبعا صعب في بلكونة، لازم تغطيه وما ينفعش يضغط. ده بعد 2.5 يوم كده 3 انا سايباها على الترابيزة في الصالة. يا دوبك ايه بدأ ينشف شوية، ينشف شوية بس لسه برضو طري. فقلت بقى اطلعه البلكونة واغطيه بطرحة ولا حاجة. طلعته البلكونة يعني نص يوم كده، وبعدين دخلته بيته. وادي كده بقى له ايه 4 ايام، يعني هو نشف بس لسه طري. ناقص له يوم يومين. فقلت طبعا انا هقعد يوم يومين لامتى بقى انا هعمله عشان انزله لكم النهارده كده. كل سنه وانتم طيبه. وكده كده احنا بنيجي بنعمله بنقطعه يعني عادي، مش لازم ينشف قوي. فانت لو عندك وقت بقى ومش مستعجله عليه سيبيه ينشف. عندك بلكونه كده ضامنه ان مفيش حاجه هتيجي عليه، مش هتاثر باي حاجه، حطيه. فادي اللي هو في الطبق الصغير ادي اول واحده. ونشوف الصاج التاني. بنطبقها كده، بنحط طبعا اكياس سندوتشات بنفردها ونطبق فيها. قطعت بقى هنا كده بدأ ينشف، بدأ ايه يتقطع كده مع نفسه، يعني مش مشكلة. كده كده بيتهرس. هقطعه بقى كده. وزي ما قلت لك هو لسه برضو شوية طري، بس انا قلت خلاص بقى هعمله عشان اخلص. ورايا بقى حاجات تانية اعملها، ما حضرتش اي حاجة رمضان يعني لسه. كل سنة وانتم طيبين. فجبت اكياس سندوتشات كده مفتوحة، وابدأ اخد قطعة قطعة بالراحة واحطها والفها. عايزه بقى تعملي شفشق واحد تاخدي قطعه
عايزة تاخدي قطعتين حسب عدد افراد اسرتك براحتك، عايزاه القوام بتاعه تقيل، عايزاه خفيف. وطبعا انا عن نفسي لما عملته جربته هوريها لك معايا. ما ضفتش عليه سكر تاني، ولقيت السكر بالنسبه ليا يعني مسكر. انا كنت حاطه كوبايتين، يعني لو عملت نفس الكميه دي تاني هعمل كوبايه ونص بس، او حتى كوبايه سكر واحده كفايه قوي. ونبدا بقى ناخد قطعه قطعه بالراحه كده. ولو مش عايز تستخدمي اكياس، بقيه الاكياس اللي انت مستخدماها تحت دي ممكن تستغليها وتلفي فيها القطع. القمر الدين ممكن كمان زي ما شفتي حطيت كيس من فوق مع الكيس اللي تحت اللي هو اصلا محطوط عليه ولفيناه. ممكن كمان تعمليه زي اخر قطعة على هيئة رول طويل، رول كده، او تلفيه زي ما انت شايفة وتغلفيه. طيب يا ست هويدا، فين بتاع الكبير اللي كانت عاملاه كبير؟ هوريهولك، مش هخبي عليكي حاجة. اهو الكبير جنبه. ايه اللي حصل فيه ده بقى؟ لما طلعته البلكونة وسبته كان جو هوا كده، فدخلت لقيته ايه مقلوب على جنبه، اتقلب على جنبه طبعا وهو طري، فكله ايه قام متعكل اللي انت شايف بالمنظر ده. ولادي انتوا يا ماما هتصوريه؟ هصوره عادي عشان هم ياخدوا بالهم، ما فيش واحد تحطه وتسيبه زي كده الهوا. ويعني عشان كده بقى هدلعه. وطلعت ايه يا ستي الشفشق ده بتاع الهاند بلندر. انا مش عارفه ليه ما بستخدموش، يعني بقاله 8 سنين وزياده عندي. اول مره اطلعه لقيته بقى شكله جميل وحلو كده، وكمان ده معياري، ده انا فرحت بيه قوي وانا مش واخده بالي. لا تعالى بقى ناخد حتتين من اللي اتقطعوا دول من الصاج الكبير ده ونجربهم مع بعض. شايفه دي الحته دي ناشفه ازاي؟ شكلها قمر الدين وحلوه جدا اهي. وهوريكي بعد كده كمان الحتت اللي على الطرف اللي هي نشفت، يعني هو كان عايز يوم او يوم ونص كمان، بس كفايه بقى كده. شايفه حلو كده كده. احنا هنقطعه يعني مفيش مشكله ابدا. لو حصل معاكي حاجه زي كده مفيش مشكله، بناخد مش هنرميه يعني ولا ايه اللي حصل، عادي جدا. وحطينا عليه كوبايه ميه والهاند بلندر نبدا نضرب. او شكله شكل قمر الدين. القوام بتاعه براحتك بقى، عايزه قوام تقيل تزودي حتتين، عايزاه كده معقول، عايزاه تخففيه بقى براحتك خالص. ونشوف كده هو نزل في الكوبايه شكله يفرح ما شاء الله، ولونه جميل جدا. الطعم بقى لما ندوقه، ادي عندي بقى اهو حطيته، وادي العين المقصوف ده اللي هو شكله اتعك، بس هو زي ما هو. انا دلوقتي هلفه زي ما عادي جدا، هلفه في الكياس بتاعته عادي جدا. لما دقته هو طعم الجزر طاغي فيه، لا في طعم من الجزر. يعني مش مد القمر الدين الاصلي بقى. لو انت بقى عايزاه طعم القمر الدين قوي ممكن تستخدمي 2 باكت من جيلي المشمش، او عادي بقى خلاص مشيها يعني براحتك. بس هو اصلا طعمه حلو، طعمه حلو وموفر وحلو جدا، وحاجة جميلة جدا معمولة في البيت بنظافة، وحاجة موفرة. ولو عايزة بقى طعم الجيلي باين فيه قوي اعملي ايه باكتين جيلي. اتمنى الفيديو يعجبك وكل سنة طيبة والسلام عليكم.